المغربي اولا ومحمد بن ثانيا. انا مش عارف اذا كنتوا عايزين اتكلم متاخر. طيب ماذا الذي لا يمكن ان يحيط مصر؟ ومن ذا الذي يزعم ان العالم العربي الاسلامي باجمعه لم ياخذ الثقافه عاليه العلماء والاساتذه والادباء المسلمين؟ من الذي يفكر في المشرق ولا يفكر في مصر اصلا؟ من الذي لا يحلم ان يزور القاهره والاسكندريه وان يجالس المصريين الكريمين في الحسين في اواسط الاراضي وفي اواخر الليل؟ وماذا الذي ينكر او يزعم انه لم تكن هناك صلات ثقافيه عميقه بين المغرب والمشرق منذ قديم، سواء من خلال الرحلات الحجازيه التي اشارت اليها الاستاذ او من خلال المطبوعات التي كانت عاملا اساسيا في تنميه الثقافه المغربيه على هذه الحمايه، حينما كان المغرب يتنفس طريقه في عالم الاعلام والصحافه، وحينما كانت الصحف والمطبوعات المشرقيه ترد على المغرب، فيجد المثقف المغربي متنفسا فيها ومتنفسا منها. من يستطيع الا يذكر ان المغاربه تحتفل في سنه 32 و300 بذكرى الأربعينية لوفاة أحمد شوقي، وخلد ذلك في كتاب صدر بزمانه بعنوان يوم شوقي بالفعل، وشارك فيه مختلف الكتاب والشعراء المغاربة. ماذا الذي لا يقول كما أشار تقريبا الأستاذ سمحت يعلى إلى أن الشباب المغربية في أوائل الستينيات لم يكن يتخذ من المركز الثقافي المصري مزارا وقبلة وملاذا ومعبدا وما تشاءون من الأمكنة العلمية والمقدسة التي يمكن أن نطلقها على هذا المركز العلمي القوي. هذا المركز العلمي الذي بإضافة إلى مراكز ثقافية أخرى كانت في المغرب وكذا، هي التي كانت لبنة أساسية في تكوين هذا الجيل من الأساتذة الذين يدرسون الآن، وفي تكوين هذه الأجيال التي أتت من من الذي لا يذهب إلى مصر ولا يقول عنها؟ من الذي يذهب إلى مصر ولا يقول فيها شعرا؟ ليس شعرا سياحيا، ولكنه شعر ينبع من أعماق الذات بحكم طبيعة الإنسان التاريخية الأولى، والتي لمسناها أنا والأستاذ مرتين أو 3 مرات، لمسناها في علاقتنا بالزملاء الأساتذة من أولا، وفي علاقتنا بالشعب المصري الطيب النبي، الشعب الغلباني. هؤلاء يحسون أو يجعلونك تحس كما أشار الكتاب إلى أنك لم تغادر المغرب وإلى أنك في بلدك. فمن هنا لا يمكن أن نوفي مصر حقه من التجهيز والتقدير والاعتبار والاحترام والاعتزاز مهما قلنا ومهما أنشأنا من مقالات ومهما قلنا من شعر، لأن مصر في العالم العربي هي قلب العالم العربي. ومصر الآن ونحن نتابع ما يقع فيها ربما أكثر مما نتابع ما يقع هنا. مصر الآن في مخاض ما سوف ينفرج قريبا ولا أكيد، وأن المخاض حينما يحل بامرئ
فإنه لا بد سيفضي إلى ولادة، وأعتقد أنها ستتطور يعني سوف تكون ولادة ميمونة، وسوف تعيد مصر إلى ريادتها التي كانت والتي سوف تستمر مهما تعلمنا وتثقفنا وما نشرنا وألفنا وطبعنا وكتبنا، فنبقى دائما نشير إلى مصر باعتبارها منارة ثقافية وعلمية على مر العصور. لنا شرف جميل أن نوقع هذه الاتفاقية اليوم معكم، لأنه مع الأسف كانت هناك اتفاقية وانتهى مفعولها، ومع الأسف أيضا أن تلك الاتفاقية لم تكن مفعلة في كل بنودها. وقد ناقشنا هذا الأمر مع الزملاء المصريين هناك في القاهرة كما ناقشناه مع الوزراء، ولكن ربما كانت هناك يعني ظروف لم تكن مسعفة في تفعيل كل البنود. آمل أن تفعل هذه البنود باتفاقية لم نطلع عليها بعد. هل تفعل هذه البنود بأجمعها، موقنين من أن صديقتنا قبل أن تكون عميدة وهي صديقتنا بعد أن ستصبح رئيسة إن شاء الله. قلت أن تتكفل الأستاذة السيدة العميدة المستشار بالسهام على تفعيل هذه الاتفاقية، وبأن يعني يكون فضاؤها شاملا لمختلف الفعاليات داخل هذه المؤسسة، وألا تكون مقتصرة على جانب المالكين أكاديميين دون مالكين دون جانب مالكين يعني آخر. مرة أخرى الحديث عن مصر هو ممتع، وكل شيء في مصر ممتع، ويقال إن الذي يشرب من ماء النيل يعود. أنا لم أشرب من ماء النيل ولكن بحنينا مستداما. لا، أنا شربت مية من كلام المصريين. طيب، هو في الأخير يعني نشكر السيدة العميدة والسيدة المستشار، ومرحبا بنا جميعا في مصر. شكرا. ماذا أقول بعد كل هذه الكلمات التي ألقيت، هذه الكلمات البليغة التي تكن محبة، والتي تصدر عن طرفين لهما أصول متأصلة في الثقافة. أهنئ كل الأطراف لنا باسم الأستاذة الدكتورة رشيدة نكاح والأستاذ الدكتور محمد بركات على هذه الاتفاقية. أتمنى أن تفعل يعني كل بنودها. الثاني حضوركم اليوم، وأرحب بكم بالمناسبة بالاتفاقيات التي كانت تنقل أبناء جامعة عين شمس في جامعة الدراسات المستقبلية، ومع الأدبي الشخص المرحوم عزيز إسماعيل، وقمنا فيما أذكر في 3 أو 4 ندوات هامة كانت يعني شغلت الموضوعات التي كانت مهمة لدى كل من العلماء، ومواضيع يعني ثقافية وأدبية استفاد منها، يعني نشرت أيضا. يعني أعتقد بتوقف هذه الاتفاقيات، وفعلا لا نزورهم ولا يزورون إلا ما تبقى الشعبين، بل يمكنني أن أدعم وأقول أن يعني المغاربة أول الشعوب التي أحبوها وأول الأمم التي أحبوها يعني
في إحياء الروابط الثقافية بين العزيز المصري، ونحن يعني مشاركون إلى تفعيل هذا النشاط أو هذه الاتفاقية في إطار عمل ثقافي، وكما تكرس أو ذكر من خلال الكلمات الافتتاحية لهذه الاتفاقية، فنحن نريد أن نعطي دفعة قوية إلى البحث العلمي. مع سامي أقول كما ذكرت الدكتورة أمينة في هذا المحفل العظيم، ففي الواقع لما يعني وجهت الدعوة للحضور إلى هذا اليوم عاد بي بالخيال والواقع إلى زمن بعيد. كنا ضيوف نزلوا على بأرض مصر، والغريب في الأمر يعني وجدنا حفاوة ووجدنا يعني تلقائية في التعامل، وهذا هو الشعب المصري الأصيل، يعني ليست له عقد نفسية تجاه الآخر، ولذلك رحبوا بجميع الجنسيات. سبحان الله استوطنت فيه. غير الصحيح معلومة كنا في جامعة اسكندرية وليس في جامعة أزهر. اسكندراني بالنسبة للإسكندرية هي مدينة مفتوحة على جميع الشعوب، تجد الروماني اليوناني كلهم تأثروا، والمغاربة أيضا بشكل كبير جدا. كنا نعرف عائلات مغربية استوطنت مصر يعني أزمنة قديمة جدا، حتى أن بعض الأماكن طلعت ببعض الأسماء المغربية. أذكر منها مثلا ربما يذكر من الدكتور محمد بركات في اسكندرية بحي الستات، زي الستات، يعني الستات هذه رجع إلى رجل سلطاتي زرقة سطات تحولت باللكنة المصري بقت ستات. نعم. وكرموز أيضا، كرموز يعني حي شعبي في جنوب اسكندرية، وتابع لرجل دكاني أيوة، وكذلك البصيري وأحمد بدوي في طنطا، يعني كلهم هذول مغاربة أصلهم مغاربة. و في الحقيقة يعني كان هناك تبادل ثقافي، وكان هناك تفكير متبادل في زمن بعيد جدا، ولذلك وجدنا تلك الحظوة عند الإخوان المصريين وخاصة الاسكندرانيين بشكل كبير جدا. النزول إلى الإسكندرية للدراسة كان شيء مستغرب، يعني الإسكندرية يعني في المخيم المصري وكذا هي يعني النزهة والاستراحة إلى آخره، ولكن تأخذ الثقافة من هناك وأن تأتي من المغرب إلى آخره. كان يشفع لنا رجل واحد كان له السبق في ذلك، هو الدكتور عبد الهادي التازي، كان أول خريج يعني جامعة اسكندرية، وكنا احنا الفوج الثاني بعد مدة زمنية يعني فقط 20 سنة. وذكر بها الدكتور مصطفى الدار رحمه الله، كان يذكرنا وكان يدخلنا حتى الصالون الثقافي الذي كان يقام أسبوعيا يوم الخميس. كذلك لا ننسى يعني عندما كنا ننزل إلى القاهرة كنا نزور رواق المغاربة. رواق المغاربة في الأزهر لا زال قائما، كان كل طالب مغربي، ولذلك فأنا ممتن للدكتور محمد بركة عندما قال أن هناك 20 منحة بالنسبة للطلبة المغاربة في الأزهر، فهناك مقام قائم هو رواق المغاربة ينزل به جميع الطلبة المغاربة يعني هناك مع التجديد الآن. ثم يعني من الأشياء الجميلة جدا سمعنا السنة الماضية أن أول مغربي يدرس في الأزهر ويدرس الرسم العثماني برواية ورش في الأزهر. كذلك هناك دعوة من أجل تدريس فكرة محمد أركون يعني ابتداء من هذه السنة يعني في الأزهر، وهذا يبين على أن الأزهر بدأ ينفتح على فكر آخر، الفكر المعروف التراثي أكثر، الآن بدأ ينفتح على معارف كثيرة جدا.
كانت كل الابواب تقريبا بالنسبه للمغاربه من الناحيه الثقافيه مفتوحه. يعني من في الجامعات الاخرى غير الجامعه الاسكندريه كنا يعني نذهب الى جامعه دار العلوم، وبالمناسبه الدكتور محمد سعيد الكرم هو خريج دار العلوم، كذلك من بين الاساتذه عندنا الدكتوره الاستاذه نغيثه غزالي فهي خريجه جامعه القاهره، والاستاذ ادريسي يعني من التاريخ. نعم يعني فهو الحقيقه كانت نعم قوي جدا ومن مختلف التخصصات، وهذا هو جميل. من الاشياء التي اذكرها واتذكرها يعني بالمناسبه، واول مره والانسان يعني بين الخوف و نعم كنا في زياره الى الشيخ الشعراوي رحمه الله، فكان من الاشياء التي يعني احملها في ذهني ولا انساها انه سالني عن سبب الزياره الى مصر. قلت جئت لادرس. قال فعلا. قال لي بعدين، قلت له ان شاء الله الله اراد يعني يكون استاذ. قال لقد اخترت الفقر. ازاي يا مولانا؟ قال ازاي يا مولانا يعني الناس؟ قال لي العلم يحتاج الى من ينفق عليه، لا ان تتمنى من العلم ان ينفق عليك. فكانت هذه يعني هذه القولة يعني بالنسبة لي إلى غاية اليوم تعيش معي. وأيضا عند ممارسة البحث العلمي وجدنا بأن الباحث يعني يجب أن ينفق ما عنده لكي يصل على الأقل إلى ممارسة البحث العلمي في أدنى حدوده. إلى ما هنالك من بعض الأمور التي كانت يعني تحدث بين الإخوة. كذلك يعني كان أول مرة حضرنا يعني الدروس يعني الستات، فكان بعض الأساتذة يتمنوا أن نتحدث، وكنا نحن خائفين من الحديث معهم حتى نعرف الأجواء التي نتحرك فيها. فكانوا يساعدون بعض الأمور لكي ما تدخل يعني فعلا. فكان هذا الهاجس. فلما يعني تحدثنا وكان الدكتور المرحوم مع الصبر شهيد، فتدخلنا الى اخره. قال هو بيتكلم عربي كويس، احنا فاكرين بيتكلم فرنساوي. فكان هذا الامر، وكان الفكره اللي كانت يعني غريبه محموله عنا هو اننا نتبع فرنسا، حتى لساننا لا يستقيم يعني على اللغه العربيه بالكاد الى اخره. فالحمد لله يعني التجربه ان هناك يعني ان المغاربه الحمد لله يعني، وهذا شأنهم يعني في كل هو انهم يدرسون يعني ان العطاء المغربي والابداع المغربي يكون في الخارج اكثر من في الداخل. لا ادري يعني هناك بعض الاسباب، ممكن ربما الحريه وربما الحريه الى اخره. اقول يعني حتى لا اكثر من الكلام، لأن المشاعر تتزوج يعني بين يعني أقول يعني أن من الأيام أو الأمور التي لم أندم عليها في حياتي هي حضوري في المسجد 4 سنوات، وتوجت بشهادة بعد ذلك، ولا زال ارتباط قوي وجداني وقدري بين الإخوان المصريين، وأيضا تبادل يعني الأفكار، وهذا لا زال قائما إلى يومنا هذا. كذلك الحمد لله يعني ربما شكلنا نواة لحضور بعض الدكاترة من رسم الأثمان برواية ورش في الأزهر. كذلك هناك دعوة من أجل تدريس فكر محمد أركون يعني ابتداء من هذه السنة يعني في الأزهر، وهذا يبين على أن الأزهر بدأ ينفتح على الفكر الآخر، الفكر المعروف التراثي أكثر، الآن بدأ ينفتح على معارف كثيرة جدا. كانت كل الأبواب تقريبا بالنسبة للمغاربة من الناحية الثقافية مفتوحة. يعني من في الجامعات الأخرى غير الجامعة الاسكندرية كنا يعني نذهب إلى جامعة دار العلوم، وبالمناسبة الدكتور محمد سعيد الكرم هو خريج
طالب العلوم. كذلك من بين الاساتذه عندنا الدكتوره الاستاذه نقيته غزالي، فهي خريجه جامعه القاهره، والاستاذ ادريسي يعني بالتالي نعم يعني فهو الحقيقه كانت نعم قوي جدا ومن مختلف التخصصات، وهذا هو الجميل. من الاشياء التي اذكرها واتذكرها يعني بهذه المناسبه، واول مره والانسان يعني بين الخوف و نعم كنت في زياره الى الشيخ الشعراوي رحمه الله، فكان من الاشياء التي يعني احملها في ذهني ولا انساها انه سالني عن سبب الزياره اللي كنت سأخرج. قلت له ادرس. قال لي قال لي بعدين، قلت له ان شاء الله الله اراد يعني يكون استاذ. قال لقد اخترت الفقر. ازاي يا مولانا؟ قال ازاي يا مولانا يعني؟ قال لي العلم يحتاج الى من ينفق عليه، لا ان تتمنى من العلم ان ينفق عليك. فكانت هذه يعني هذه القولة يعني بالنسبة لي إلى غاية اليوم تعيشها. وأيضا عند ممارسة البحث العلمي وجدنا بأن الباحث يعني يجب أن ينفق ما عنده لكي يصل على الأقل إلى ممارسة البحث العلمي في أدنى حدوده. إلى ما هنالك من بعض الأمور التي كانت يعني تحدث بين الإخوة. كذلك يعني كان أول مرة حضرنا يعني الدروس يعني الستات، فكان بعض الأساتذة يتمنوا أن نتحدث، وكنا نحن خائفين من الحديث معهم حتى نعرف الأجواء التي نتحرك فيها. فكانوا يساعدون بعض الأمور لكي ما تدخل يعني فكان هذا الهاجس. فلما يعني تحدثنا وكان الدكتور مرحوم مع الصبر الشهيد، فتدخلنا الى اخره. قال هو بيتكلم عربي كويس، احنا فاكرين بيتكلم فرنساوي. فكان هذا الامر، وكان الفكره اللي كانت يعني غالبا محموله عنا هو اننا نتبع فرنسا، حتى لساننا لا يستقيم يعني على اللغه العربيه بالكاد الى اخره. فالحمد لله يعني التجربه ان هناك يعني ان غالبا الحمد لله يعني، وهذا شأنهم يعني في كل هو انهم يدرسون يعني ان العطاء المغربي والابداع المغربي يكون في الخارج اكثر من في الداخل. لا ادري يعني هناك بعض الاسباب، ممكن ربما الحريه وربما الى اخره. اقول يعني حتى لا تكثر الكلام لأن المشاعر تتلوج يعني بين يعني أقول يعني أن من أيام أو الأمور التي لم أندم عليها في حياتي هي حضوري في المسجد 4 سنوات، وتوجت بشهادة من بعد ذلك، ولا زال ارتباط قوي وجداني وقرب بين الإخوان المصريين، وأيضا تبادل يعني الأفكار، وهذا لا زال قائما إلى يومنا هذا. كذلك الحمد لله يعني ربما شكلنا نواة لحضور بعض الدكاترة في بعض الجامعات المغربية، فأقول مرحبا بكم لازم الآن، وأيضا بكم مرحبا. والحمد لله نحن على المسار الذي أو طريق السير الذي فتحه الدكتور محمد يعلى، مشكورا جزيل الشكر، ونحن نظن في هذا. وبالتالي يعني انا ادعو الطلبه ان شاء الله الى استغلال هذه الفرصه 20 من الحاجه يعني ماشي ساعه، حنا في الوقت اللي مشينا كانت 5 منح فقط من الاجداد في مصر، فاتمنى ان شاء الله يكون جزء اكبر منها من طلبه المحمديه في تعرف مختلف يعني الشعب. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الأستاذة ملكة الجاهلي أيضا حصلت مؤخرا في المنامة عاصمة الثقافة العربية بأول جائزة أيضا حول كتابها، وأكيد أنها ستتحدث في الموضوع. تفضل. بسم الله الرحمن
بحضور سنة 2009 في جامعة عين شمس من الشراكة التي كانت، وكانت مداخلتي أنذاك بأن المؤتمر كان يتحدث عن التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب، فتحدثت كثيرا عن الرحلة الإيجازية خاصة مصر في مصر غير الإيجازي، ومن بين التوصيات التي خرجت من المؤتمر آنذاك هو يجب أن نخرج جميعا في مغرب المشرق مسألة الأفضلية العلمية بين المشرق والمغرب، لا ينبغي بتاتا أن تحضر خطاب اليوم وأن نمر إلى مرحلة التكامل المعرفي، وقد ثبت بالفعل وأنا في البحرين قد نشرت لتسليم الجائزة ديال الأدب الرحلة المنصوصة، كان معي الشاعر المصري والدكتور أحمد فريدي حاج على الرحلة المعاصرة، جائزة الرحلة المعاصرة، وكان الدكتور نقيب صالح فتحي وكان الشرف كبير جدا الالتقاء به، فكانوا يتحدثون فعلا عن أن المغاربة يعرفون المشرق يعني ربما في حين أن المشارقة لا زالوا عندهم واحد النوع من النقد للأسف، يعني المشرق بشكل عام مصر أيضا بشكل خاص حول المغرب والثقافة المغربية التي تطورت بشكل كبير كما وكيفا، ولهذا أعتقد أن الاتفاقيات يجب أن تفعل التكامل، مسألة التكامل في نظري، ويعني أنا سعيدة جدا ونحن على استعداد يعني كفريق من الأساتذة الباحثين أن نعيد يعني ضخ الدم في هذه الاتفاقية لكل يعني كل شعبة من تخصصها ومن زاويتها لكي نعيد هذا التكامل المعرفي